فاكر بقى البوست ده انتشر في فتره كاس العالم، او الفيلم ده بقى سابق عصره، نبأ بالبوست ده من 34 سنه بحالهم. او عزوز بقى اللي حكيت لك عليه من شويه اللي بيبيع تذاكر سوق سودا، عمل نفس اللي عمله احمد بيه مجاهد والشله الكريمه، كان عامل نفس السبوبه دي مع اعضاء جمعيه حبايب النادي عشان ياكلوا عيش على قفا الشعب وعلى قفا جمهور التالتة. طيب هو في العادي الواحد بيتكلم عن فيلم ما خدش حقه بنقول الجوانب المظلمه اللي فيه من اسقاطات ورسائل مبهمه والحلويات دي، وانا بعتمد ان الفيلم ممكن يكون اتشاف شويه فنقول افكاره وكده. الفيلم ده بقى مردوم عليه بالتراب اصلا، يعني انا عانيت لحد ما لقيت نسخه منه على النت، والفكره انه بطوله اتنين كبار، احمد زكي وسعاد حسني، واخراج المخرج المحبذ الى قلبي شريف عرفة، وده كان تاني فيلم ليه ومن الافلام اللي اتظلمت جدا. زي الفيديو الاخير بتاعي، انت اكيد اتخدعت في التايتل بتاعه وقلت ده اكيد فيديو كروي، بس والله الفيديو تاريخي ملوش ادنى علاقه بالكوره، زي الفيلم ده بالظبط ملوش اي علاقه لا بالكوره ولا بجمهور التالتة، لا من قريب ولا من بعيد. ما تنساش بقى تبقى تتفرج على الفيديو. وقبل ما نبدا لازم اعرفك اللي ورا كواليس الفيلم ده. الفيلم ده اتعرض على عادل امام، وعادل امام حس ان الورق مش قد كده، وكمان نصح منتج الفيلم ان هم ما يعملوش الفيلم ده. رفضت له فيلم قبل كده، وحتى لما جالي السيناريو قلت له انا مش هعمل الدور ده، مش هعمل السيناريو ده، وانت كمان ما تعملش الفيلم ده عشان هيخسرك. ورؤيته للاسف كانت صحيحه، الفيلم ما نجحش وناس كتير جدا ما حبتوش. بس لو في ميزه من الفيلم ده هو انه نفس الفيلم اللي عادل امام رفض يشترك فيه هو نفسه اللي خلى عادل امام يتعامل مع شريف عرفة بعد كده. فمره شفت الفيلم ده فيديو، لقيت حاجه مختلفه وريتم مختلف. وحيد حامد قال لي في مخرج جديد يعمل الفيلم ده، قلت له مين؟ قال لي شريف عرفة، قلت له موافق. اكفي بعدها انه كان السبب في اننا نتفرج على خماسيه عادل امام ووحيد حامد وشريف عرفة دي، يعني دي بالنسبه لي نجاح النجاح. واعتقد الفيلم فشل لانه اسمه ممكن يوهمك انه له علاقه بجمهور التالتة والمدرجات والكوره والرياضه، زي مثلا فيلم الحريف لما الناس اتفرجت على فارس حياته متدمره والدنيا بايظه، مش متعودين ان هم يشوفوا عادل امام في شخصيه البني ادم المستضعف. الفيلم ده نفس الكلام، ما تيجي تتفرج عليه هتلاقي الكوره ملهاش بربع جنيه علاقه في الفيلم. يلا نبدا، يلا بينا. الدرجه الثالثه لفظ كروي من الطراز الاول، ولكن الفيلم زي ما اتفقنا ملوش اي علاقه بالكوره، لا من قريب ولا من بعيد. الدرجه الثالثه في الكوره هم المشجعين اللي بيشجعوا فريقهم بالروح وبالدم عشان ياخدوا بطوله او دوري او كاس، ما بيبقوش مستنيين مقابل غير بس مكسب. نفس النظام بالظبط هنا في الفيلم، زياده عليه ان الدرجه الثالثه هنا كانت بتمثل فكره المواطنه، انك هتعمل كل حاجه وفي الاخر انت درجه ثالثه، انت مهمش، في حد غيرك درجه اولى وثانيه بيستنفع بتعبك وشقاك، وانت يا مولاي كما خلقتني. وعشان انت مهمش وعايز تحس بلذه الانتصار ولو للحظات معدوده مش مدى الحياه، يعني شريف عرفة بيطبق مقوله سعد زغلول اللي بتقول لا يجمل الشيء في نظر الانسان اكثر من الحاجه اليه، ان الانسان دايما محتاج الشيء اللي يحسسه بسعاده. عشان كده سرور في اول مشهد لما فريق الكوره بتاعه كسب الكاس اخد الكاس وسرقه وهرب بيه وروح بيه البيت لابوه. بنسمع في راديو البيت بيان من جمعيه حبايب النادي ان يا ريت اللي خد الكاس يرجعه. البيت اللي لما شريف عرفة خد استابليشنج شوت من جوه لقينا صور فريق الكوره اللي سرور بيشجعه، مين؟ سعد زغلول اللي قال المقوله اللي لسه قايلها لك من شويه دي. وبعدها بنلاقي سرور بياخد الكاس بيلف كل شوارع مصر. بس ثانيه واحده، اي شوارع؟ لا، الكاس لف عند الكرة والنجوع وعند الفلاح والحارة البسيطة وعند عمال المصانع وعند مولد السيدة. الكاس لف على كل الأماكن اللي تستحق إن هي تفرح وتتشاف وتتذكر وتنتصر عشان هي درجة تالتة. بينتهي المشهد الجميل اللي الدرجة التالتة بتحس فيها إن هي انتصرت بزوم إن على تمثال سعد زغلول، وكأن شريف عرفة بيختم المقولة أو بيأكد إن خلاص لا يجمل الشيء في نظر الإنسان أكثر من الحاجة إليه. وبينام سرور والكاس في حضنه وبيروح النادي يرجعه كعادة كل سنة بيعمل كده لما فريقه بيكسب. بس هنا جمعية حبايب النادي بتقفشه، وهنا بيبتدي الجد. الجمعيه دول هم الحاكم وانت كدرجه ثالثه المحكوم بزعامه كابتن عوف اهم واحد في النادي. ما صدقوش انتماء سرور ليهم ولا للنادي واتهموه بالتخوين مع انه بيحب النادي، بس طبعا الحاكم شايف ان هو الوحيد اللي منتمي للجهه ايا كانت ايه هي، واللي طبعا كان في قالب الكوره في الفيلم هنا، وهو الوحيد اللي شايف مين عنده انتماء من مين ما عندوش. عشان كده سرور بيتحبس، ولما بيروح سرور في التخشيبه بنلاقي حد تاني مهمش وهو الشاويش اللي في الاسم قاعد بيسمع الماتش في الراديو بكل شغف، مع انه عارف ان الفرقتين اللي بيلعبوا دلوقتي دول بيلعبوا ماتش تحصيل حاصل، سواء كسبوا او خسروا كده كده هم نازلين درجه تانية. بس هنا شريف عرفة بيوريك ان المهمشين موجودين في كل حته حتى لو كان في الحكومه بحد ذاتها. وبعد التوصل من مناعه وشبكه الكابتن عوف اهم واحد في الدنيا والدوميننت بتاع القصه بتاعتنا عشان يطلعوا سرور من الحبس، بيخرج سرور عشان بعدها يروحوا يشجعوا فريقهم في ماتش بره ارضهم ويتضربوا علقه سخنه من جماهير النادي التاني. وهنا كابتن عوف بتاع المنصوره بيبعت لهم ورد ويروحوا يشتكوا له بعد كده ويهددوه ان هم مش هيحضروا ماتشات تاني. وبعدين لو ما كانش ولاد النادي يضربوا ويضحوا علشان اجيب ناس منين اللي عاوزين يهجر مشجعين نضربوا بدالكم. وطبعا مش محتاج اقول لك ان المشهد كله على بعضه اسقاطه، ان الناس بتحتمي في الحاكم والحاكم بيسوف فيهم وبيقول لهم لازم نستحمل، لو ولادها ما استحملوهاش مين هيستحملها يعني. والفكره ان الجماهير بتقرر فعلا ما تحضرش الماتش عشان بعدها فريقهم يتعادل وما يكسبش. وهنا شريف عرفة وماهر عواد بيقول لك بكل بساطه ان القوه في الشعب في الطبقه المهمشه في الدرجه الثالثه هي اللي قادره تكسبك وتعليك اقتصاديا وتحرك عجلتك وتبقى الدينامو بتاعك، وهي اللي ممكن تنزلك 7 ارض لو ما بقتش موجوده.
وانت بجميع درجاتك بمقصورتك الازاز اللي بتتحمى فيها من ضربه الشمس، عشان عمرك ما هتقدر تحرك عجله البلد زي الدرجه الثالثه، عشان كابتن عوف الموقر يجيب ورا ويعتذر لجمهور الثالثه على اي خلافات حصلت، عشان يضمن ان هم يرجعوا مدرجات ويشجعوا فرقتهم تاني. وطبعا مش محتاج اقول لك ان هو بيهندلهم بغد مشرق ومستقبل افضل، ولازم نفضل جنب نادينا عشان احنا ما حلتناش غيره. واكيد اكيد اكيد مش محتاج اقول لك انه هنا اسقاط على التسويف والهندله من الحكام على المحكومين بشد الحزام، وفي نفس الوقت الشغل علشان كل حاجه تمشي زي السكينه في الحلاوه، لان كابتن عوف عارف ان العجله مش هتمشي غير بس بالدرجه الثالثه. والفيلم لمس لك الجانب الانساني من الشخصيات اللي على الهامش في المجتمع كمان، بيوريك الناس اللي بتيجي من الاقاليم عشان تتفرج على الماتش، وطبعا هم مش بيجوا يتفرجوا على الماتش، لا الناس بتيجي من كل حته علشان تسعى. لمس لك سرور ومناعه اللي بيحلموا يتجوزوا في السن ده كله. مناعه بتقول ان هي نفسها تروح اسكندريه، والد سرور اللي نفسه في طقم اسنان. ولو هتسمح لي اتحنك عليك شويه اقول لك كمان الفيلم ناقش مساله التعليم. يا ست هانم بص في البنديره. ما بعرفش نكتب ايه؟ احنا لا بنعرف نكتب ولا انت بتعرف تقرا، يبقى الحمد لله. ان الدرجه الثالثه برغم ان هي الدينامو بتاع المجتمع كله، الا ان هي مفيش حد فيها لا بيعرف يقرا ولا بيعرف يكتب. واهم جانب في الجوانب اللي في الفيلم هو العداله الاجتماعيه، المساواه الطبقيه. كل واحد فيهم ليه قصته. الفرح نفسه بتاع سرور ومناعه اللي عملوه في قلب الملعب، عشان الملعب ده مش مجرد ملعب بيتفرجوا فيه على ماتشات فريقهم، الملعب اكبر من كده بكتير. الدرجه الثالثه ما عندهاش اوبشن تاني غير الملعب ده في حياتها اليوميه. الملعب هو بلدهم، هو المكان اللي بيحسوا فيه بانتمائهم. بس انت كمواطن درجه ثالثه مفكر ان مدرجك هو بلدك في كل الاوقات، عشان كده بتقيم فرحك فيه. والحقيقه ان اللي فوق حاطين لك ليميت معين، عشان كده كابتن عوف بيتقمص قوي ان هم بيزقططوا في الملعب وبيهدد جمهور الثالثه. تصليح ثلاثيات المقصوره يبقى على حسابه، ومن بكره التذكره اللي ب50 قرش تبقى بجنيه. هو انا يعني محتاج اقول لك ان هو يقصد هنا ان الحاكم يوم ما بيجي على حد ما بيجيش غير على المحكوم، ومش اي محكوم، لا محكوم الدرجه الثالثه اللي عمره ما قعد ولا هيقعد في المقصوره. ليه؟ هو اللي مضطر يصلحها، وكمان هو بس اللي بيغلى عليه ثمن كل حاجه. بس الدرجه الثالثه مش مضطره تستحمل كل ده، عشان كده بيدخلوا يتفرجوا على الماتش عافيه وببلاش. بعدها بيوريك شريف عرفه وماهر عواد كيف تدار المسائل، عشان تامن شر اي حد لازم تختاره بعنايه. عشان كده بيجتمع هو واعضاء المقصوره وبيختاروا سرور يبقى هو حلقه الوصل بينهم وبين الجمهور، عشان كل المعايير اللي هم عايزينها فيه. عنده انتماء كبير للنادي، فداوي يعمل اي حاجه، ساذج وشخصيته مش اذكى حاجه في الدنيا، عشان كده دايما بيتلجلج مع كل حاجه بيقولها، عشان هو دايما متوتر من فرط حبه للنادي. لازم يكون غبي، ما يعرفش الفرق بين القرد وكوز الغسيل، لانه لو ما كانش غبي كل سنه وانتوا طيبين. من الاخر كده احنا مش عايزين حد يقرفنا ولا يقاسمنا في لقمتنا، عايزين حد يقول حاضر ونعم وماشي على اي حاجه، عشان نأمن شر الحوش دول. فبيفخموا في سرور وبيعظموا فيه وبيرشوه ان هم ينقلوه في اوضه احسن من الاوضه اللي كان عايش فيها، عشان يحسسوه بقيمته ومدى اخلاصه اللي بيتكافئ عليه دلوقتي. لبسوه بدله زيهم وبيقعد معاهم كمان في المقصوره، وبيقف سرور يخطب في الناس بما ان هو دلوقتي بقى حامل حمى واللي بيوصل صوتهم. احنا هنختار مندوبين، انت زي ما قال مولانا مندولين عنا يكونوا حمامه. طب والله العظيم حلوه يا جدعان. وجماهير الثالثه بيطلبوا من سرور ان هو يوصل صوتهم بانهم عايزين مظله عشان الشمس في الدرجه الثالثه. لا مش المظله دي، انا عارف انها بتجيب لك ارتكاريا لما بتشوف صوره المظله دي، بس الحمد لله ايامه عدت. المهم ان لما سرور بيوصل الكلام ده لكابتن عوف قال له الفكره دي فاشله، احنا ممكن نجيب برانيت لكل مشجع ب50 قرش، بس الفكره اننا هنبعت لشركه عالميه تصمم شكل البرانيت دي، وتكلفه المشروع هتبقى 150,000 جنيه. ومش محتاج اقول لك يعني ان المحكوم هنا بيقول للحاكم على ابسط الحاجات، والحاكم بيفردها بحاجات تافهه عشان ينصب على المحكوم ويبيع له وهم وكلام فاضي، وهو عامل عليه سبوبه اصلا. ناهيك عن كده جمهور الدرجه الثالثه هو اللي بيدفع ثمن صفقات اللعيبه كمان، وهو كمان اللي بيعمل اصلاحات المقصوره والدرجه الاولى، وهم بيجيبوا لعيبه كسر، واللي ب10 بيأيدوه ب100 عشان ياخدوا الفلوس دي كلها في حجرهم. وبجمله السبابيب في شخصيه اسمها عزوز. عزوز ده دايما معاه الحل البديل اللي قايم على السبوبه بان هو يبيع تذاكر الماتشات سوق سودا. خليه بس على جنب دلوقتي وهنرجع له بعدين. وسرور دلوقتي خلاص بقى حاجه تانية بعد الاوضه الجميله اللي عاش فيها، وخلاص هو بقى كابتن اللي بيقعد في المقصوره اللي بتشوف وراها كريمه المجتمع قاعده بتتفرج على الماتش. ولو بصيت هتلاقي شريف عرفه جايب لك كل المشجعين لابسين لبس اخر شياك، بدل محترمه وناس كمل بصحيح. والمقصوره اللي اتطورت من فلوس الشعب وجمهور الثالثه محوطها ازاز من كل حته عشان تحمي الكريمه اللي جواها من الشمس واضرارها. في نفس ذات الوقت اللي سعده جار وزميل عزوز في التشجيع قاعد في الدرجه الثالثه بيقع من طوله بسبب ضربه الشمس، عشان المدرج ما فيهوش مظله تحميهم من الشمس، ومات منهم 2 قبل كده بسبب نفس ضربه الشمس. وما بين ان الدرجه الثالثه تدفع عشان افراد الدرجه الاولى والمقصوره يتحموا من الشمس، ما بين كل ده الدرجه الثالثه كل يوم بيموت منها مشجع بسبب ضربه الشمس. تضاد وعبث يوضح مدى عبثيه المشهد ويؤكده. المفارقه هنا ان المقصوره هي اللي المفروض تحمي الثالثه، اللي مقومه عجله الدنيا ليهم، واللي من غيرهم بيخسروا، وهم في الاخر اللي بيبقوا سبب موتهم كل يوم واحد ورا التاني. وكالعاده المعهوده كابتن عوف المهندلاتي ما بيلاقيش غير ان هو يروح العزاء ولابس افخم حاجه ومعاه ورده عشان يعتذر على الجثه اللي ماتت وبتموت كل يوم دي. فاكر بقى البوست ده انتشر في فتره كاس العالم، او الفيلم ده بقى سابق عصره
اتنبأ بالبوست ده من 34 سنه بحالهم. عزوز بقى اللي حكيت لك عليه من شويه اللي بيبيع تذاكر سوق سودا عمل نفس اللي عمله احمد بيه مجاهد والشله الكريمه، كان عامل نفس السبوبه دي مع اعضاء جمعيه حبايب النادي عشان ياكلوا عيش على قفا الشعب وعلى قفا جمهور التالتة. ولما سرور اكتشف ده وراح لكابتن عوف عشان يهدده، اتضح للاسف ان هو عشان ساذج كانوا مبصمينه على كل الحاجات دي وان هو مستنفع معاهم. وهنا بيحققوا الحلم بتاعهم ان هم يجيبوا حد ساذج عشان يستغلوه ويعرفوا يطلعوا سبوبه من جيب الشعب كويس. عشان الامكانيات مش بالكلام والصفقات المشبوهه والمشاريع لاي كلام اللي بتاخدها الاداره عشان تنهب فلوس وخلاص، بيطلع كل ده في الاخر نتائج حقيقيه، بيخسروا ادائهم بيرجع ورا حبه حبه. وهنا جمهور التالتة اخيرا بيفوق وبيعرف ان هو بيتنصب عليه من اللي بيقولوا كل يوم ان هم معاهم مش عليهم، بيثوروا على سرور اللي هو كان منهم بس دلوقتي بقى واحد من الجمعيه وبيحصل الفساد ده قصاد عينه وهو محلك سر. وسرور اخيرا بيفوق وبيرجع مع ناسه وجمهور التالتة تاني ضد شله الفسده اللي مدورينها شمال طول الوقت. وبكده بتترجح كفه جمهور التالتة، هم اللي بقوا عارفين اللي مش معروف، وطبقه المقصوره بقت هي اللي خايفه من تحالف كل المهمشين دول ضدهم. وهنا بينطبق المثل بتاع في اتحادنا قوه، لما تيجي تضرب واحد عكس ما تيجي تضرب واحد ومعاه اهله واصحابه وجيرانه، ما عرفتش تعمل فتنه ما بينهم وبقى اقوى منك، مش هيبقى قصادك غير حل واحد بس، وهو انك تهد بيهم كل حاجه. فعشان كده بتيجي الفكره للمقصوره ان هم يهدوا المدرج بتاع الدرجه الثالثه باللي فيه بحجه انه بقى قايل للسقوط وعايزين له اصلاحات وهدد ويتبني من جديد، وده طبعا كان مرفوض. وسرور بيسمعهم وهم بيتفقوا ان هم يدمروا مدرج الثالثه بالديناميت، والامن بيشوف سرور وبيحجزوا عندهم. وزي اول مشهد لما كنت بقول لك ان كل اطياف الشعب فرحانين بالكاس ولف على الفلاحين والحاره البسيطه والعمال، دلوقتي بقى بيتجمعوا مره تانية وبيحصل مشهد زي اللي حصل في اول الفيلم بالظبط، بس المره دي مش عشان فرحانين بالكاس، لا دلوقتي بيتجمعوا عشان يوقفوا المهزله دي ويحطوا لها حل. لما عرفوا ان مدرجهم بيروح منهم وكل حاجه بتضيع وهتضيع، ويشوفوا سرور اللي منهم اختفى راح فين. وابو سرور بيعرف ان الدرجه الثالثه مليانه صوابع ديناميت، وبيروح على كل صوابع الديناميت عشان يفكها وما تفرقعش لما اي حد يروح المدرج، عشان خلاص هم عرفوا ان طبقه المقصوره عايزه تهد بيهم كلهم المدرج. وهنا بيجتمع جمهور الثالثه وبيتحالف ضد المقصوره اللي بتخاف من مظهر تحالفهم ضدها، وكابتن عوف كالعاده بيهددهم ان هو هيهد المدرج بضغطه زرار واحده بس على مين؟ انا ابو سرور خلاص فك صوابع الديناميت كلها. وبينتهي الفيلم على كده، بينتهي بفرحه كل جمهور الثالثه ان بلدهم اللي هو المدرج ما تهدش وهيفضل موجود ما بينهم. وبكده بتنجح ثورة الغلابة ضد الطبقية وضد الفساد وضد السبوبة. والنادي ما كانش مجرد نادي، النادي كان هو البلد، لأن النادي في الفيلم أصلا ما كانش له اسم، وفي نفس الوقت النادي ليه بروجي، البروجي معمول علشان تحية العلم أو علشان نشيد وطني، فما فيش في الدنيا نادي يعني هيبقى ليه بروجي. بينتهي بانتصار الخير على الشر. والمدرج هنا ما كانش حته مدرج بيتلعب فيه كوره، لانك طول الفيلم ما شفتش اي حاجه ليها علاقه بالكوره غير في مشهد شهد على اثبات الفساد اللي جاي من مسؤولين الطبقات الاعلى بصفقات مشبوهه، اللي لو هنتكلم بحنكه سينمائيه هنقول سبوبه بيعملها الدوميننت اللي هنا على قفا الغلبان بتاع الدرجه الثالثه. والمدرج بكل بساطه هو الوطن بالنسبه لجمهور الدرجه الثالثه، اللي انت بتديله كل ما عندك وانت اكتر واحد بتديله في كل الطبقات، ده بشهاده الطبقه العاليه. جمهور الدرجه الثالثه كتير وبيتحمس وبيعرق اكتر، العرق بينزل على المدرجات، ان العرق كله بلح بيمسك في المدرجات وده خلاها تتاكل وعمرها يقصر. والدرجه الثالثه هي مش اسم المدرج، لا ده وصف الطبقه دي، طبقه مهمشه، درجه ثالثه، مش درجه تانية مثلا عندهم حاجات تانية يقدروا يعملوها غير حب الوطن، ما عندهمش مثلا شغل او مشغله، لا ده هو شغلهم الشاغل حب الوطن اللي متمثل في حب الفريق. مفيش حد غير الطبقه دي هي اللي بتحب الوطن حب غير مشروط، او مثلا مش قاعدين في مقصوره لا بيهشوا ولا بينشوا وفي اخر رفاهيه، لا الدرجة الثالثة هم اللي بيقفوا في الشمس بيموتوا بسببها في سبيل ان عجلة الملعب كله يمشي. مش محتاج اقولك ان الملعب ده هو البلد ككل، هي اللي بتحرك العجلة دي، وهي اول واحد بيدفع ضرائب اي حاجة، سواء تصليحات عند بهوات الطبقة الاعلى او زيادة سعر تذكرة الماتشات، اللي هي بالمناسبة مش مقصود بيها زيادة تسعير اي تذاكر زي ما انت ممكن تكون فهمت، ولكن هي ان اول حد بيشيل شيلة زيادة الاسعار هو المواطن المهمش اللي من الدرجة الثالثة، اللي بيدي ويجي الدور ان هو ياخد فعلا بس على دماغه. انا كده خلصت الفيلم خلاص، واكيد انت هنا عرفت ليه الفيلم ده اتظلم وليه هو مش فيلم بتاع شباك ايرادات، ولكن بالنسبه لي هيفضل من احلى الافلام اللي ما خدتش حقها، واتمنى نكون اديناه حقه النهارده. ما تنساش تقول لي رايك في الكومنتات بعد ما تعمل لايك وشير وفولو على الفيسبوك وسبسكرايب على اليوتيوب وتيك توكك وانستجرامك وحاجاتك، واشوفك في الجديد بعد ما نشوف القديم، ويلا سلام.